بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناة حوحة 1981 فول 2. في هذا الدرس سوف نتعرف على طريقة قطع الانترنت باستعمال هاتفك الشخصي على أي حاسوب أو على أي هاتف متصل معك بنفس الشبكة عبر تطبيق يدعى ويفي كايل أو شيء من هذا القبيل. طبعا هذا التطبيق قد يفيد كثيرا الآباء الذين يريدون قطع الانترنت على أبنائهم، سواء على حواسبهم أو على هواتفهم، وقد يفيدك أنت شخصيا إذا كنت تريد مشاكسة أخوك الصغير أو الكبير بقطع الانترنت على حاسوبه أو على هاتفه الشخصي فقط، باستعمال هذا التطبيق كما أشرت أحبابي في الله. لهذا على أساس عمل ذلك تقوم بتحميل هذا التطبيق الذي يدعى في كايل أو شيء من هذا القبيل، ثم تقوم بسحبه إلى الهاتف وتقوم بتثبيته. غير موجود في بلاي ستور، لهذا سوف أضع لكم رابط تحميله أسفل الفيديو. بعد تثبيته على هاتفكم الشخصي فهذه أيقونته نقوم بالضغط عليه مرة واحدة لفتحه، ثم نضغط على الرمز بلاي هنا على أساس أنه يبدأ في البحث عن الشبكات التي هي متصلة بنفس الشبكة التي أنا شخصيا متصل بها. فهذا التطبيق أيضا قد يفيدك في حالة ما كنت تريد معرفة إذا كان هناك شخص يستعمل الانترنت وقام باختراق شبكتك، فإذا ظهر الاي بي الخاص به هنا اي بي مجهول لا تعرفه، فهذا بأن هناك شخص يستعمل الانترنت على شبكتك الشخصية. فأنا شخصيا الحين موجود 3، هناك هاتفين أمتلكهما وحاسوبي الشخصي، فسوف أقوم بقطع تجربة قطع الانترنت على حاسوبي الشخصي. فكما سوف تشاهدون فالانترنت موجودة، سوف أقوم بالدخول إلى موقعي إجلي 5. فكما سوف تشاهدون الموقع أو الانترنت موجودة، وليس هناك مشكل في الانترنت. بالتالي سوف أقوم بقطع الانترنت على حاسوبي. تختار الاي بي الذي تريده، اي بي الحاسوب او الهاتف الذي تريد قطع الانترنت عليه، ثم سوف يدخل لك الى واجهة بهذا الشكل. وعلى اساس قطع الاتصال او الانترنت تضغط على جراف هنا احبابي في الله، ثم كايل، ثم بعد ذلك حاول أن تجرب أنت شخصيا إذا قمت بقطع الانترنت على حاسوبك لتجربة إذا كان فعال أو لا. فحاول الدخول فلن تستطيع إلى الانترنت. فلاحظوا معي بعد أن قطعت الانترنت على حاسوبي فكما سوف تشاهدون لا أستطيع الدخول إلى إجلي 5 أو أي موقع أريد زيارته، وهو الشيء الذي سوف يحصل لأي شخص قمت بقطع الانترنت عليه. لهذا أحبابي في الله على أساس إرجاع الانترنت مرة أخرى فقط تقوم بالضغط على هذان الخياران أسفل، ولاحظوا معي لو دخلت مرة أخرى إلى إجلي 5 فتم إرجاع الانترنت بنجاح أحبابي في الله. فهذا هو التطبيق، فقط قم بفتحه، قم بفحص الشبكات التي أو الحواسب التي هي متصلة بنفس الشبكة. اختر أي بي ثم اضغط في الأسفل هنا على جراب ثم كايل، ثم جرب أن فإذا جرب هذا الشخص أن يقوم بالدخول إلى الانترنت لن يستطيع ذلك أحبابي في الله. من الدرس البسيط والمفيد في للإخوة خصوصا الذين لديهم أبناء ويريدون قطع الانترنت على حواسب أبنائهم أو هواتفهم. لا تنسى دائما زيارتنا على موقعنا www.igla5.com، اللي على الفيسبوك facebook.com/1981 فول. كما لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات، وحاول مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك حتى يستفيد الجميع. في أمان الله.